ده يا حبايب قلبي تكمله الفيديو، مش عايزه اطول عليكم لان انا بتكلم معاكم في الفيديو كده. وزي ما انتم عارفين هنا معايا عصره ليمونه زي ما قلت لكم اهي، بتدي طعم للشوربه جميل. ولو مش عايزه بقى ايه تحط ليمون بعد كده عادي، بس ده بتبقى جميله وبتحرق الدهون برضه. هنا بقى كده اللحمه بتاعتنا خدت شويه مع الحاجه بتاعتها، وبعد كده بقى ايه نحط عليهم الشوربه. ايه ملح، اسفه على الصوت. نحط عليهم الشوربه ونحط عليهم بقى ونسيبهم شويه لما نشوف الدنيا ايه هتمشي ازاي. بصي يا حبايب قلبي اهو الاكل بتاعنا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كله بقى تمام التمام. احنا ما عملناش رز، احنا حبينا يكون في تغيير. رز دايما سفره دايما يعني. هنا بقى طحينه اهي، يا سلام بقى الطحينه دي مع الكزبره. حطيت فيها كزبره وحطيت فيها توم وحطيت فيها زيت وحطيت فيها خل وحطيت فيها ملح وكمون. وحطيت فيها شويه ميه دافيين وحطيت فيها كريمه طبخ. غيرت الزبادي وحطيت فيها كريمه طبخ اللي هي الكريمه اللباني بتاعه الطبخ. بس طالعه تحفه تحفه. بس يا ملك جعانه عماله تزعق وتقول يلا يعني بمعنى اصح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لسان عصفور اهوت لسه ما حطيتش عليه شوربه. غليت الشوربه واول ما اجي اقدمه اقوم حاطه شويه اللسان. يعني انت تقدري تقدميه كده. اما اجي اقدمه بقى هحط شويه اللسان واحط عليهم ايه الكبشه الشوربه زي ما قلت لكم. ماشي يا حبايب قلبي. دي بقى اهي الشوربه غليتها ما شاء الله والحركات اللي هو زي الفل. هنا المكرونه ما شاء الله تحفه جميله جدا 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 جدا. هنا بقى ايه اللحمه. شوفوا بقى البطاطس عامله ازاي تحفه. جربي الطريقه دي بصي هتستمتعي بيها جدا 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 جدا. طبعا دي اللحمه اللي انا مش هاكل منها، انا ما بحمرش اللحمه بتاعتي لان انا عامله دايت زي ما انتوا ايه واخدين بالكم. بس هسمح لنفسي ان انا اكل بطاطسايه طحينه زي ما قلت لكم. في دكاتره بيقولوا عليها مش حلوه، بس طحينه فيها السمسم، والسمسم دوت يعني اكتر حاجه بتساعد على التخسيس. بصوا بقى عشان برضو ايه يبقى في ثقه. واقسم بالله انا عامله دايت يعني دايت. الطعم ده روعه. مم. بس البطاطس مش روعه للدايت، يعني هي طعمها روعه بس للدايت لا. انا اكتفيت بالقطعه ديت. هقدم الاكل بتاعي بقى، بس للاسف مش هعرف يعني بعد ما اقدمه اوريهولكوا علشان احراج يعني ان انا ايه اقعد اصور بقى واقول لهم استنوا ما تاكلوش وكده لا. الاكل ده زي ما قلت لكم كده بيكفي 3 افراد او 4 على حسب الناس اللي جايه لك. بس ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله كل حاجه تمام التمام وكل حاجه فل. يلا لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله. مع السلامه.